ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل النهاردة بيض بالخضار وعليه كده رشة من الجبن. عايزة اقول لكم حاجة كده تحفة، يعني كل حاجة فيه متكاملة، مش محتاجة اي حاجة جنبيه. غدوة كده محترمة، مش مكلفة طبعا في الوقت اللي احنا فيه، مش مكلفة خالص يعني انت لو حسبتيها بكتيرها قوي 40 جنيه ويكون معاكي احلى اكلة. بجد اوعدك لو انت جربتيه مش هتعملي غيره من جماله. بصوا ما شاء الله شكله جميل ازاي، مفيد جدا زي ما قلتلك في كل الخضار اللي ممكن تتخيليه. طبعا خضار مش بسله وفاصوليا يعني، بس كملي الفيديو انت هتشوفي انا حاطه ايه. معناها كده بقى معاكي صينيه او طاسه كده كبيره، وحطيت فيها شويه زيت وحطيت فيها شويه من الزبده، وحطيت هنزل بقى ببصلتين مسكتهم قطعتهم بالشكل ده مربعات كده. هبدا بقى ان انا اشوح فيه، انا مش عايزاه اللي هو يحمر، عايزاه بس يا دوبك اللي هو يدبل. هوريكي بالظبط الدرجه اللي احنا هنكمل عليها، يعني لو بس تقلبتين كده وبس. هو ده اللون بالظبط اللي انا عايزاه. ومعايا بردك كده قرنين من الفلفل وعليهم قرن حراق، لو انت مش عايزه حرق ما تحطيش. وهنبدا بردك نشوح كده فيهم. احنا هنشوح كل حاجه يعني مش عايزه حاجه مش عايزه حاجه تحمر، يا دوبك بس تشويح كل الحاجات مع بعض. هنزل بعد ما شوحت بقى كده البصل مع الفلفل كويس جدا، هبقى عندي بردك امسك طماطميتين كده او 3 حبايات صغيرين، او اتنين وسط او واحده كبيره. الوصفة دي مش عايزة طماطم كتير، برضك مقطعها مكعبات بالشكل ده. وبعد ما بقى شوحت البصل مع الفلفل، نزلت بقى بالطماطم بالشكل ده، وهبدأ بقى احيقها. معايا كده ايه فصين توم ومعلقة صغيرة من الصلصة، واقلب برضك دول كده مع بعض. انا مش عايزه ما حطيتش التوم من البدايه عشان مش عايزاه يحمر، انا بس هدي نكهه حلوه بس قوي. لو انتي مش عايزه تحطي توم خالص ما تحطيش، بس بصراحه هو مديه نكهه حلوه قوي. حطيت كده بتاع حوالي ايه ربع كوبايه من الميه بس، يا دوبك القوطه بس تنزل الميه بتاعتها. وبدات حطيت بقى مرق الدجاج، حطيت معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، رشه من السكر. وهحط بقى انا رشه من البقدونس بتديه طعم جميل جدا، بس متحطيش كتير. رشه صغيره من البقدونس كده، يعني اقولك ايه خدي كام عود كده وامسكي كده قطعيهم وحطيهم بالشكل ده. وهنقلب بقى كل ده كده مع بعض كويس قوي، لحد طبعا ما كل المكونات يعني تندمج مع بعض. وطبعا حطيت الحقيق وكده، فانا قلبتهم بس تقلبتين. وهنزل بقى ايه ب4 بيضات بس. البيضه دي في بيضه فيهم يعني كانت بصفارين، بس انا الكميه دي عاملاها على 4 بيضات بالظبط. فانتي حطي 4 بيضات ما شاء الله. عايزه اقول لكم ما شاء الله الطاسه محترمه يعني ما شاء الله تكفي العيله. لو انت ما شاء الله عيله 4 افراد ما شاء الله تكفيهم وتاكلي ما شاء الله كلي يعني. هنقلب بقى ده كده بس تقلبتين كده مع بعض. لو انتي حابه ان هو يبقى عيون خلاص حطي كل واحده في طبق، يعني اكسري بيضه في طبق وابدأي حطيها ووزعيهم زي ما انتي عايزه. معايا كده بقى بطاطسايه مسكتها سلقتها وهرستها بالشكل ده، بس مش هرستها اوي، انا عايزاها تكون ايه فيها حتت كده بسيطه. وهنزل عليهم برضك بكام واحده من الزيتون كده بالشكل ده. وهقلب بقى، مش هقلبهم قوي يعني متقعديش تقلبي فيهم قوي، بس يا دوبك بس ان انا ايه ادخل بس كل المكونات كده مع بعض. يا دوبك هو البيض لسه ما استويش. وبعد ما عملتهم بالشكل ده بقى عندي بقى اي نوع جبن. عندك بقى رشه من الجبنه الموزاريلا، رشه من الرومي، رشه من الشيدر. وهبدا بقى اغطيه وموطيه النار خالص، يا دوبك بالظبط 10 دقايق ويطلع معاكي بالشكل ده. البيض مستوي، الجبنه هتسيح، احنا مش كده كده مفيش لون، مش عايزينها لون يعني، هي خلاص خدنا الطعم ومش لازم اللون. وما شاء الله هتاخدي المطة وكل حاجة جميلة يعني. بجد والله العظيم نفسي بجد كل حد يجربه، لان بجد فعلا هو طعمه حلو قوي قوي قوي. طعمه وشكله بصراحة يعني هو قريب شوية من البداية في الشكشوكة، بس بجد اللي يجربه مش هتعملي الشكشوكة تاني، هتعملي الوصفة دي تحفة.